السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ونعد عليكم الايام بخير يا رب العالمين. النهاردة بقى يا حبايبي هنعمل ايه؟ معجنات. نعمل معجنات بالبطاطس. انا بصراحة شفتها يا حبايب قلبي عجبتني قوي، قلت ايه لازم اجربها واعملها معاكم. ربنا يستركم يا رب ويسعدكم ويكبر خواطركم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. وحشتوني والله يا حبايب قلبي من الفيديو اللي فات. ومعلش بقى علشان بغيب عشان الظروف عندي يا حبايب قلبي. ربنا يسعدكم يا رب. هنا بقى هنعمل ايه؟ البطاطس انا قشرتها اهيت وهسلقها. هقطعها بقى يا حبايب قلبي مكعبات كده واسلقها. اي بطاطس عندك بقى، رفيعه كبيره اي حاجه، المهم ايه ان هي تتسلق معاكي. تتسلق سلق حلو كده يا حبايبي وايه، وتهرسيها بقى. جربوا معاكي، ما جربها معاكم والله اول مره اعملها يا حبايب قلبي. بس انا شفتها عجبتني قوي قوي وكانت طالعه جميله. قلت ايه اجربها كده هتبقى حلوه ان شاء الله. اي تقطعات بقى علشان هي كده كده هتتهرس. بس المهم ان هي ايه تستوي منك يعني كل ما بتقطعها مكعبات كده بتستوي بسرعه. هنا بقى حطيت المية على النار، وحطيت بقى فيها شويه ملح بسيطين كده وايه، وهنحط البطاطس بتاعتنا اشطفها بقى بعد التقطيع واحطها تتسلق يا حبايب قلبي. هنا البطاطس بتاعتنا يا حبايب قلبي بتتسلق كده يا حبايب قلبي. البطاطس بتاعتنا اتسلقت اهيت. لازم تكون سلقاء حلو. هنمسكها بقى نهرسها بالهراسه بتاعتنا لغايه ما تبقى ناعمه خالص. هنا كوبايه حليب اهي يا حبايب قلبي اللي هو اللبن. نحط بقى ايه شويه بشويه كده. هنحط بقى ايه معلقه كبيره خميره. وهحط هنا السكر، واحط كيس فانيليا، واحط ايه الملح. هنا يا حبايبي هنحط بقى كوبايتين ونص دقيق. انا عامله البطاطس يا حبايبي البطاطس يعني قيمه كيلو الا ربع بطاطس، يعني كيلو شايله منه حبايتين عشان تبقى المقادير بتاعكم مظبوط. وبرضك حسب الدقيق بتاعكم والبطاطس حط الدقيق
على ما تاخد البطاطس. العجينه بتبقى جامده يعني ايه، ما بتبقاش مرقه. هحط لها قد ايه حسب ما تاخد ايه العجينه معاكي برضو البطاطس. انا هحط اهو كوبايتين دقيق قدامكم لغايه ما نشوف العجينه هتاخد مني ايه، البطاطس هتاخد مني دقيقه قد ايه. كده العجينه بتاعتنا خمرت اهي يا حبايبي. هنقطعها بقى علشان ايه نخبز فيها على طول، لان الجو حر والعجينه ايه بتخمر بسرعه. انا جبت شويه دقيق يا حبايب قلبي، ونقطع بقى العجينه عشان ايه ما تلزقش في بعضها. اهي يا حبايبي. وتعملي فرق بين الرغيف وبعضه عشان ايه ما يعني تسيبيه يستريح شويه على بال ما تعملي بس تقرصي ما يمسكش في بعض. الجو حر والعجينه بتسيح. بس دي كانت كبيره. هبططهم واسيبهم يستريحوا بس ايه على بال ما اخلص، يعني 5 دقايق بس اقوم رايحه خبزهم على طول. ما تحطهمش فوق بعضهم علشان ايه ما يلزقوش مني، لان العجينه دي بتسيح ما تخمر بتحس ان هي سايحه مني كده. نعملهم كلهم بالطريقه دي يا حبايب قلبي. جبت برضو المصفى يا حبايب قلبي وحطيت عليها العيش اهو، يعني تشمعها على الصينيه وتشيليه من على الصينيه بقى وهو لسه ابيض كده، تحط برضك على المصفى كده يقب منك كده ويبقى جميل. شايفين يا حبايب قلبي المصفى مولعه النار تحتيه، خليها الخرام اللي في المصفى بتخلي العيش ينتفخ كده ويبقى حلو. يا حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله.
شايفين يا حبايب قلبي العيش بتاع المصفى احسن من الصينيه. كله بسم الله ما شاء الله، عسل عسل عسل. شايفين بسم الله ما شاء الله، احلى عيش على المصفى، احلى من الصينيه يا حبايب قلبي. قدام منكم اهوت عملته. شايفين يا حبايبي بسم الله ما شاء الله. نمسك برضه منديل ونمسح فيها ايه الدقيق المحروق ده. بسم الله ما شاء الله، احلى من الصينيه. الخرام بتاعت المصفى بتطلع النار على طول على على العيش. العيش بيقب منك وبيبقى 10/10. شايفين يا حبايب قلبي الرغيف عامل ازاي؟ ودي يا حبايب قلبي العيش بتاعنا اللي احنا عملناه بالبطاطس اهوت. بسم الله ما شاء الله على العيش يا حبايب قلبي، جميل جدا يستاهل بقكم. يعني عملنا بالبطاطس يا حبايب قلبي، طلع العيش حلو قوي اهو. شايفين يا حبايب قلبي عيش، يعني لو تفتحي العيش كده تقسميه وتفتحيه تلاقيه. شايفين يا حبايبي العيش بتاعنا اه، دي معمول من البطاطس يا حبايب قلبي. جبت البطاطس وهرستها وعجنتها مع الدقيق اهي. شايفين العجينه بتاعتنا مفتحه من جوه وجميله ازاي، بسم الله ما شاء الله، جميله جدا يا حبايب قلبي. بس ما تكتروش البطاطس عشان لو انتوا مش عايزين تعملوا كميه كبيره. هو دي كيلو دقيق، لو انتوا عايزين تعملوا بس العيال كلت منه برضه. لو انتوا عايزين تعملوا قليل اعملوا نص كيلو بطاطس زي ما انتوا عايزين. شايفين ممكن تحشيها بقى لانشون جبنه اي حاجه زي ما انتوا عايزين كده يا حبايب قلبي. عايزه تعملها بقى سندوتشات للاولاد تعمليها، عايزين تاكلوها كده تبقى جميله قوي برضك يا حبايب قلبي، تستاهل بقكم كده. بسم الله ما شاء الله، عسل عسل يا حبايب قلبي. كده حاجه كده معموله من البطاطس. يعني لو انت عندك بقى بطاطس كتير مستغنيه عنها ممكن تستغلها في الظروف ديت وتعملها ايه عيش كده يا حبايب قلبي، وبتوفري برضك في الدقيق، تبقى جميله جدا جدا يا حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله. عايزه بقى تعملي طعميه تعملي اي حاجه بتلاقيها جميله جدا. شايفين يا حبايب قلبي. ودي بقى كان الروتين بتاعنا النهارده. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك عشان يوصل لكل جديد يا حبايب قلبي بنعمله. ربنا يسعدكم يا رب. وما تنسوناش بقى في دعوه حلوه في ظهر الغيب كده منكم يا حبايب قلبي، ان ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.